السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داخل جامع الظاهر بيبرس بالقاهرة. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب اي حاجة من السيدة عيشة وتيجي لهنا علشان نتكلم مع بعض عن تاريخ الجامع الاثري الجميل بتاعنا اللي افتتحوه امبارح. كنت عملت عنه حلقة من حوالي 4 سنين موجودة على القناة بتاعتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك، يا ريت اللي ما شافهاش شوفها، لان النهارده هنكمل بعض المعلومات اللي ما قلناهاش قبل كده، زي ان المماليك كان لهم اسماء ولادة، الاسماء اللي دخلوا بيها اسواق الرقيق في مصر واتباعوا بيها، ودخلوا دواوين ونظام الإدارة في الدولة في السلطنة الأيوبية، ولما أسسوا السلطنة المملوكية وهم بقوا السلاطين فضلوا محتفظين بالأسماء دي. الناس اللي بتسأل هي أسماء المماليك مالها صعبة ليه كده؟ لأن هي أسماء غير عربية طبقا للدول اللي جم منها، سواء بلاد الترك أتراك وسط آسيا في العصر المملوكي الأولاني أو بلاد الجركس في العصر المملوكي الثاني. زي في الدولة الأولى نسمع عن أيبك وقطز وبيبرس وأقطاي وقلاوون، في الدولة الثانية بنسمع عن برسباي وإنال وجقمق وخوش قدم وتمربغة ويلباي وقايتباي وجنبلاط وطمانباي والغوري. بس لما المملوك بيبقى شخص مهم في الدولة المصرية وبيتأمر، يعني بيبقى أمير ويعطى رانك اللي هو الشعار أو الشارة، بياخد اسم مضاف للدين. لما يبقى السلطان ياخد اسم على وزن فاعل أو وزن مفعول أو أفعل التفضيل. زي لو بدأنا من الأول خالص، من أول السلطان أيبك. أيبك ده اسم ولادته، الاسم اللي جيبه من السوق. لما يبقى أمير هيبقى عز الدين أيبك، لما يبقى السلطان هيبقى المعز عز الدين أيبك. ابنه اللي هو من ولاد الناس اللي هو علي هيبقى نور الدين علي بن أيبك، وبعدين لما يبقى السلطان هيبقى المنصور نور الدين علي بن أيبك. قطز سيف الدين لما يتسلطن هيبقى المظفر سيف الدين قطز. بيبرس ركن الدين لما يتسلطن هيبقى الظاهر ركن الدين بيبرس. السلطان بتاعنا ده كان هيتسمى القاهر، اختار ان هو لقبه يبقى القاهر، لكن الامراء ومستشاريه اشاروا عليه قالوا يا مولانا مفيش حد اتسمى باللقب ده في التاريخ الاسلامي الا وانتهت نهايته نهايه ماساويه، اللي اتخزق عينيه واللي اتقتل، فشوف لك لقب تاني، فقال لك خلاص يبقى اسم الظاهر. لو كملنا على قلاوون سيف الدين المنصور سيف الدين قلاوون، ولاد قلاوون اللي هم من ولاد الناس نلاقي ايه؟ خليل بن قلاوون، صلاح الدين، بعدين الاشرف صلاح الدين خليل، محمد بن قلاوون، نصر الدين الناصر ناصر الدين محمد. ومنشآت المماليك والمناطق اللي عملوها ومؤسساتهم وممالكهم بينتسبوا الى القاب السلطان المملوكي وليس اسمه. بمعنى الجامع اللي احنا فيه ده اسمه جامع الظاهر، اللي اتسمى على اسمه الحي كله اللي احنا بنتوسطه، والميدان اللي بره اسمه ميدان الظاهر. بيبرس لما عمل مدرسة في شارع المعز ما تسمتش المدرسة البيبرسية، اسمها المدرسة الظاهرية. المكتبة اللي اتدفن فيها في دمشق اسمها المكتبة الظاهرية. لو بصينا على قلاوون، مجموعة قلاوون اللي في شارع المعز ما اسمهاش القلاوونية، اسمها المنصورية للقب، القبة المنصورية والمدرسة المنصورية والبيمارستان المنصوري. الناصر محمد بن قلاوون لما أسس منطقة واستصلحها في السيدة زينب اتسمت للقبه النصرية وليس لاسمه. حد يقول لي طب والغورية؟ انت كده بتضحك علينا، ما هو الغورية اهو نسبة لاسم السلطان. بالمناسبة الغوري ما كانش اسمه الغوري، ده اسمه قنصوة اصلا، مش هيبقى اسمها قنصوية، صعبة شوية. ومع ذلك التسمية الغورية دي تسمية حديثة، لكن الغوري اتعرف بالغوري ليه؟ نسبة لنزوله في طبقة الغور في القلعة، دي طبقة المماليك اللي هو جاي منها، فاشتهر بكده بالغوري. لكن هو لقبه الاشرف، ما تسمتش الاشرفية لان في 5 سلاطين مشاهير مماليك قبل منه اتعرفوا بالاشرف. الاشرف خليل، والاشرف شعبان بن حسين، والاشرف برسباي، والاشرف انال، والاشرف قايتباي. فهيبقى اي اشرف فيهم بقى. موضوع ولاد الناس، معنى كلمه ولاد الناس اللي هو المصطلح الدارج عندنا اللي هم ابناء المماليك الذين لم يصبهم الرق. بمعنى يعني احنا عندنا قلنا بيبرس وايبك واقطاي وقلاوون وقطز، دول كانوا رقيق ولا لا؟ اتباعوا في السوق وبعدين خدوا حريته وخدوا اماره بقوا امراء، وبعدين منهم اللي اتسلطن، اللي هيتجوز ويخلف هو حر، ابنه بقى هيبقى اسمه ابن ناس. وفي الغالب ولاد الناس دول هيتسموا بالنسبه للاسامي عشان احنا بنتكلم عنها اسامي عربيه اسلاميه. ولاد الناس دول منهم اللي كان بيشتغل في النظام اللي هو الاداري، ويدخلوا بقى يبقوا ادباء وشعراء ومفكرين، لان كتير من المماليك كان بيخاف على اولاده من الحياه السياسيه والعسكريه انه يتقتل، فيبقوا في ارباب الاقلام وليسوا في ارباب السيوف. لو خدنا قلاوون كمثال ولاد الناس اللي هم اولاده بصينا عليهم، مثلا قلاوون عنده 3 عيال بالترتيب كده، هنلاقيهم مين؟ علي وخليل ومحمد.
التلاتة اسماء عربيه اسلاميه، علي بن قلاوون وخليل بن قلاوون ومحمد بن قلاوون. في الاول حتى قلنا ابن ايبك برضه كان اسمه علي، اللي هو المنصور نور الدين علي بن ايبك. في العصر المملوكي الثاني نلاقي اسم الابن مش راكب خالص على اسم الاب، يعني تسمع ايه؟ يوسف بن برسباي، عثمان بن جقمق، احمد بن اينال، محمد بن قايتباي، محمد بن الغوري. ومن الناس دول اللي اتسلطن، بس اسم الاب احتفظ باسمه ما غيروش. انما لما يخلف ابنه في مصر، اللي هو هيكون ابن ناس وممكن يتسلطن بعد منه ويتولد وهو حر، هو ده بقى اللي هياخد الاسم العربي الاسلامي. وتبقى واضحه قوي اللي يروح مدرسه ام السلطان شعبان اللي في شارع باب الوزير، نلاقي السلطان اسمه ايه؟ اسمه شعبان ابن حسين ابن محمد ابن قلاوون. 3 أجيال من ولاد الناس اساميهم عربيه اسلاميه، واسم السلطان الاخير بس اللي هو قلاوون اللي فضل محتفظ بيه. نرجع تاني للسلطان الظاهر بيبرس. بيبرس هو اللي ارسى مبدا الكرسي لمن غلب في العصر المملوكي. بمعنى ايه؟ اللي كان بيحكم قبل بيبرس كان السلطان قطز، واللي بيحكم قبل قطز كان نور الدين علي ابن ايبك، اللي هو السلطان الطفل اللي كان عنده 15 سنه. حصل في عصر نور الدين علي ابن ايبك ده حدث جلل هز العالم الاسلامي كله. في سنه 656 هجري 1258 ميلادي، وقت ما هو كان بيحكم عندنا هنا في مصر، المغول دخلوا بغداد ودمروا بغداد واسقطوا الخلافه العباسيه وقتلوا الخليفه العباسي المستعصم. فقطز كان نائب السلطنه، راح اجتمع بامراء المماليك، عمل مجلس حرب ومجلس مشوره، واتفق معاهم ان احنا الامر مش هيستقيم بالسلطان الطفل الضعيف ده. طب نعمل ايه يا مولانا؟ نجيب سلطان قوي، اللي هو مين؟ اللي هو انا، وهقعد لغايه ما ننتصر على المغول. ولما ننتصر على المغول هنقعد القعده دي تاني ونعمل المجلس ده تاني ونختار سلطان مننا. لكن هل هم قعدوا القعده دي تاني؟ من ضمن قرارات قطز اللي خدها ان هو يصدر عفو عام عن كل امراء المماليك اللي هربوا بعد قتل اقطاي استاذهم، واللي منهم بيبرس وقلاوون. وبالفعل المماليك دخلوا مع المغول في معركه فاصله اللي هي عين جالوت، ودمروا الجيش المغولي وانتصروا عليهم في 658 هجري 1260 ميلادي. قالوا بقى وهم راجعين احنا هنقعد في الصالحيه شويه، هنعسكر هناك علشان نصطاد، نخف الضغط اللي علينا كده من المعركه يعني اللي فاتت. وقت حفله الصيد دي اتقتل قطز، وبعدين هم امراء المماليك هيرجعوا بقى لمصر للقاهره. اللي كان موجود في القاهره وقتها كان نائب السلطنه بتاع قطز، ما هو السلطان بيبقى له نائب الغيبه اللي بيحكم بالنيابه عن السلطان لغايه ما يرجع. ومعلق الزينه وفي ابتهاج في القاهره، الابتهاج بقى والاحتفال بعوده السلطان المنتصر اللي هو السلطان قطز. لكن اتفاجئ الراجل ان الامراء المماليك راجعين له من غير قطز، فيسالهم امال فين السلطان؟ قالوا السلطان تعيش انت. ايه يا جماعه؟ طب ايه اللي حصل له؟ اتقتل، قتلناه. طب بالصلاه على النبي كده مين اللي قتله؟ فبيبرس رفع ايده وقال له انا يا عم نائب السلطنه اللي قتلته. فقام الراجل قايل له خلاص يا عم بيبرس يبقى انت كده السلطان علينا. وقعد بيبرس في الحكم في 658 هجري 1260 ميلادي، طبقا للمبدا ده اللي هو الكرسي لما غلب، اللي هيقدر على زمايله ويتخلص منهم ويتخلص من مناوئيه هو اللي هيحكم في الدوله المملوكيه. في ناس بتزعل من الكلام ده، بس هو ده تاريخنا وهو ده اللي حصل، هو ده اللي عندنا. بيبرس برضو عمل حاجه مهمه قوي بعد ما وطد بقى دوله المماليك، وعمل الدعامات اللي فضلوا ماشيين عليها طول فتره المماليك لغايه ما الدوله سقطت في 923 هجري 1200 و 923 هجري 1517 ميلادي. ان هو عمل السلطنه المملوكيه وراثيه. طب حد يقول لي انت لسه بتقول لنا دلوقتي نور الدين علي بن ايبك حكم، هو كده مش وراثه؟ لا مش وراثه، لان ايبك ما نصش لابنه علي بالحكم في حياته ان هو يحكم من بعد منه، ما خدلوش ولايه العهد. ده امراء المماليك اجتمعوا بقياده قطز، وقطز اللي قعد علي وقطز اللي شال علي لما اتقتل ايبك على ايد شجر الدر. فقطز اللي عمل العمله دي، وان هم يجيبوا طفل يتحكموا فيه على ما الامور تستقر وبعدين يجي واحد منهم. انما بيبرس بقى بعد ما قعد ب4 سنين بعد ما وطد حكمه وارسى الدعائم دي في سنه 662 هجري 1264 ميلادي، هو جاب ابنه اللي هو محمد وخلاه هو ولي عهده. والولد ده كان عنده في وقتها 5 سنين، ابن بيبرس. واتعرف ببركه خان على كلام المؤرخ ابن تغر بردي ان هو اتسمى بركه خان على اسم جده لوالدته
اللي هو الامير بركه خان الخوارزمي، اللي بيبرس اتجوز بنته جواز سياسي. وامعانا في نجاح ملف التوريث ده، بيبرس هيجوز ابنه اللي هو بركه خان لبنت السلطان المنصور قلاوون زواج سياسي، ويحتفلوا بالزواج ده في ميدان الرميله، على اساس ان قلاوون يعني هو اللي يحفظ الحكم لاولاد بيبرس من بعد منه. لكن المفارقه ان قلاوون اصلا هو اللي هيتخلص منهم، ولا هيشيل ولاد بيبرس بركه خان وسلامش، وبعدين هيقعد هو وهيأسس بقى الاسره حكمت مصر والشام اكتر من 100 سنه. احنا قدامنا في نص جميل قوي اهو، لو بصينا عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. امر بانشاء هذه القبه المباركه مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين ابو الفتح بيبرس قسيم امير المؤمنين في سنه كام؟ 66 و600 666 هجري، اللي هو 1268 ميلادي. الجامع اكتمل بناؤه بعد التاريخ ده بسنه، في 667 هجري 1269 ميلادي. بس شوفوا اللقب اللي قدامنا اللي هو قسيم امير المؤمنين ده. احنا قلنا ان بيبرس ارصد عائم الدوله المملوكيه وخد السند الشرعي بقى بتاع المماليك، اللي هو ايه؟ اللي هو السيطره على الاماكن المقدسه واحياء الخلافه العباسيه في القاهره بعد ما سقطت في بغداد. فبقى من القابه قسيم امير المؤمنين، مقتسم مع الخلافه العباسي السلطه اللي موجوده عندنا هنا في مصر، وخادم الحرمين الشريفين. ده اللقب اللي كان اول حد خده اللي هو صلاح الدين الايوبي. ان شاء الله هيكون لنا جوله قريب في جامع الظاهر بيبرس ونشرح تاريخه بالتفصيل والعماره اللي فيه. واحنا بنزور الاماكن دي كل يوم جمعه، يعني الجمعه الجايه عندنا يوم 9 يونيو في جوله في منطقه تحت الربع والسكريه وجامع المؤيد شيخ وباب زويله. هنبدا الساعه 10 من عند جامع الست فاطمه شقره خارج باب زويله. ويوم الاربعاء احنا عندنا الاربعاء الدائم مع الدكتور محمد الششتاوي كل يوم اربع الساعه 8 فوق سطح مركز الربع الثقافي اللي ورا جامع الاقمر في شارع المعز. تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق رقم الواتساب اللي موجود على الصفحه. ما تنسوش تعملوا شير، ونشوفكم ان شاء الله في اثر جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.